قادرين انهم يعيشوا ب 30 درهم في النهار. ما فهمناش هذا السيد هذا كيفاش كيفكر وليش من جهه كيخدم ليها الاجنده ديالها. فاش كنشوفوا بان في وسط لابيسين وشاد قطبان الشواء وهذا شكون يعيش البزخ؟ بالله عليكم انا بغيت نعرف واحد القضيه، كيفاش بنادم كيدعي بانه حقوقي وكيدافع على حقوق الانسان وكنشوفوا بانه كيقول بان المواطنين قادرين انهم يعيشوا ب 30 درهم في النهار، مع العلم باننا نحن نعيشوا في واحد الظرفيه اللي هي قاهره للمواطنين. ما فهمتش انا كيفاش انت كتدافع وكتقول بان 30 درهم قدك في النهار، علما الا جينا نشوفوا ان الانسان يعيش عيشه كريمه خصو اكثر من 100 درهم يوميا. فاش يحتاج هاد 100 درهم؟ 100 درهم باش يتخدى الخضره، يزيد على الاقل يدي طريفه ديال اللحم ولا طرف ديال الدجاج على الاقل متوازن ويستافد حتى هو من اللحم، يحس براسو بانه كاين. حنا كنشوفوا ان اليوم كيقول لك جوج باريزيانات والبيض، شمن كيفاش يعيش هاد العائله ومن 4 الافراد؟ واش جوج بيضات جوج باريزيانات؟ حنا ما فهمناش هاد السيد هذا كيفاش كيفكر وليش من جهه كيخدم ليها الاجنده ديالها، علما ان حتى الحكومه الا جات تكذب على المواطن بهذه الطريقه هذه راه ما غديرش بهذه السبل ولا بهذه الطرق هذه اللي كتخدم. الحكومه الا بغات تقول ما تقدرش تقول 30 باغا تقولش 30 درهم حيت عارفه الزياده في المحروقات، الزياده في الخضر، في الفواكه، في اللحوم، في مشتقات الحليب، في اي حاجه. واخا في نظرك علاش زعما خرج بهذه الخرجه هذه؟ وانا بالنسبه لي هو كيقول لك الانسان ما خصوش البسخ، هو البسخ هو اللي عايش فيه، هو اللي عايش فيه. فاش كنشوفوا بان في وسط لابيسين وشاد قطبان الشواء وهذا شكون يعيش البزخ؟ واش المواطن اللي خدام ب 70 درهم ولا ب 60 درهم هذا هو اللي يعيش البزخ؟ انا كنشوف بان حتى هذه المنظمه الحقوقيه الا كان هو يدعي ولا بصح انه كينضم لشي منظمه حقوقيه راه ما غيهضرش بهذه الطريقه هذه، حيت هو يترافع عن قضايا المواطنين والمواطنات. كنشوفوا بزاف ديال الناس كيدعيو انهم حقوقيين، كنشوفوا السمعه ديال الحقوقيين بدات كتقاس في المغرب. وهي دابا هي اصلا واخدين واحد الصوره اللي هي شي مخدوشه، وكيزيد بعض الناس اللي كيمتحلوا بعض الصفات اللي كيزيدوا يخدشوا الصوره. واخا شنو الرساله بغيتي توجهها لهذا السيد هذا؟ نقول له الله يهديك، انا ما بالي ماشي هو هذاك، حيت الا كان فاعل حقوقي راه ما غيهضرش بهذه الطريقه هذه، وما غنتظروش من فاعلين حقوقيين انهم يوسخوا الصوره ديالنا بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لي انا كفاعل حقوقي كاتب المحلي العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان بفاس، عمري زعما تلاقيته لا في ندوه ولا في مؤتمر ولا في شي حاجه حقوقيه. زعما انا بالنسبه لي ما مؤتمرات سابقه ما عمري زعما تلاقيته ولا زعما كانت عندي به شي صله ولا علاقه.